ويكفي أن أسمعك حديثا واحدا لرسول الله كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، يعني هي لابسة وعريانة، البنطلون ضيق، الجيبة ضيقة مفتحة من جميع الجوانب والجهات، الصدر عاري، الشعر عاري، البرفان عاصف. نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أختاه، يعني عودي إلى الحق ولا تتأثري بهذا الطرح السخيف الذي يقول بأن التبرج علامة على التحرر المدنية والتطور، بل هو علامة على الجاهلية. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكان تبرج الجاهلية الأولى كما قال ابن عباس وغيره أن تستتر المرأة من رأسها إلى الأسفل، لكن تكشف فقط، يعني تستر شعرها تستر جسدها، لكن تكشف فقط عن منطقة الجيب اللي هو أعلى الصدر أو أسفل العنق. هذا تبرج الجاهلية الأولى. أنا لا أدري ماذا نقول في التبرج الذي نراه الآن بالصورة التي نعرفها جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنصح الآباء والأمهات أن اتقوا الله عز وجل وراقبوا بناتكم، ولا ينبغي أن يسمح لبنت من بناتنا في هذا السن أن تخرج إلى الشارع بهذا الزي الفاضح العاري. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا لكم الفتنة ما ظهر منها ما بطن، إنه لذلك والقدر عليه. وهذا يلحق به سؤال الأخ السائل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إلى آخره. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إلى آخر الآيات سورة الأحزاب. فهذا أمر من الله لنساء النبي. لكن أستطيع أن أقول بأن الأمر بالحجاب كالأمر بالصلاة، بأن الأمر بالحجاب كالأمر بالصلاة، وبأن النهي عن التبرج كالأمر بالصلاة، لأن هذا فرض وهذا فرض. والذي فرض الحجاب هو الذي فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج. وليس من حق أحد البتة أن يفرق بين هذين الفرضين، إذ أن الأمر للوجوب. هذا الكلام جماهير أهل العلم. إذ أن الأمر الرباني القرآني والنبوي للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. هذا كلام علماء الأصول جميعا. الأمر في القرآن وفي السنة للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. لن يخالف الجمهور إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هو الذي فرق بين الفرض والواجب، لكن الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب. الله تبارك وتعالى يأمر، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر. فالأمر الرباني والأمر النبوي للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. فالله يأمر بعدم، ينهى عن التبرج، ويأمر بالحجاب، ويأمر بالصلاة والصيام إلى آخره. هذه الأمر كلها للوجوب، ولا يجوز المسلمة التي استسلمت وأذعنت لله تبارك وتعالى أن تفرق بين أمر الله في الصلاة وبين أمر الله في التزام الحجاب. طيب، تنظيف الحواجب بالنسبة للزوج، ترقيق الحواجب يعني لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص. لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص هو ترقيق الحاجب. النامصة هي التي تفعل ذلك، والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك أو يرقق حاجبها. لكن الشعر بين الحاجبين فيه اختلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال بأن الشعر بين الحاجبين يجوز أخذه وليس من شعر الحاجبين، ومن من يقول بل هو يلحق بشعر الحاجبين. وأنا أقول لا حرج بأن تأخذ المرأة الشعر بين الحاجبين، لأنه ليس من شعر الحاجبين على الراجح عندي، والله تعالى أعلم. أما إن ظهر شعر على الجبين أو على الوجنتين، على الجبين أو على الوجه أو على الشارب، فللمرأة أن تأخذه. هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم، لأن هذا من باب التشبه. إن لم تأخذ المرأة الشعر على شاربها أو على الوجه فهذا من باب التشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتشبه المرأة بالرجل. فلا بأس ولا حرج أن تأخذ المرأة الشعر إن ظهر على وجهها أو على شاربها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن